في حد هنا لو فكرت ان انا افتح عليه الباب ده هنهي مسيرته. على نفسي بقى ما فخفخي على نفسك في العربيه. ما ينفعش البس عربيه من غير لبس مش كويس يعني. انت بتصلي؟ عشان ماشي. اللايف واخد كل وقت، اللايف واخد كل وقت بصراحه، وانا معاكي مهمله في عذر. الصلاه. يا ابو عدي يا جماعه عايزين اسد. كبس وشي كبس وشير، انت مش صغير. سبحان الله، انا لما هبلت اللايف علي. الطريق اللي ما بيرحمش روحي لها بقى يا مرة يا شمامة يا عرة النسوان يا اللي ما تسويش في سوق النسوان بصلة بتتكلمي على فتشك ومساكتة. انت مطلع وحش بقالك 3 شهور واخد منها البت ومش عايز تديها. احنا هناخد البت تقعد معاها اسبوع وقت. يا مضب لا انا والله ما اقصدش حاجه، انت فهمتي غلط، خلي بالك. كبيرة قوي. ما شاء الله، هي ايدي اللي كبيره قوي. انا مش هقدر استحمل. ليلة واحدة قلبت السوشيال ميديا رأس على عقب. في ليلة بتعدي مرور الكرام، وليلة واحدة بتغير كل حاجة. ليلة سقط فيها عدد من أشهر الوجوه على السوشيال ميديا. ناس كانوا دايما فوق في الترند بيتصدروا المشهد، لكن فجأة الأضواء اتحولت من لايفات وتحديات لأمر ضبط وإحضار، تحقيقات رسمية واتهامات تقيلة. الناس هنا بدأت تسأل إيه اللي بيحصل؟ مين اللي اتقبض عليه؟ وإزاي حصل ده في ليلة واحدة؟ الحقيقة اللي حصل ما كانش مجرد صدفة ولا مجرد حظ وحش لبعض صناع المحتوى. اللي حصل كان تحرك أمني واسع النطاق، عملية منظمة استهدفت عدد من البلوجرز اللي تحولت صفحتهم من مجرد وسيلة للتعبير لمنصات محتوى خادش بيكسر القيم وبيهدد بشكل صريح أخلاقيات المجتمع المصري. الأسماء دي تقيلة، ناس عندها ملايين المتابعين، ناس كانوا بيكسبوا من كل لايك وكل شير، لكن المرة دي اللايكات ما حمتش والشهرة ما شفعتش والقانون اتحركوا بسرعة. اول اسم في الليله دي كان تقيل، محمد خالد، واللي الناس كانت عارفاه على التيك توك باسم مداهم. الشاب ده كان بيطلع لايفات وبالنسبه له اي دوشه هي محتوى، وكل ما زادت الفوضى زادت المشاهدات، لكن المره دي الدوشه جت من مكان تاني. بلاغات متكرره وصلت لاجهزه الامن، ناس بتشتكي من فيديوهات محتوى خارج، ايحاءات، تجاوزات واضحه للاداب العام، كلام ما ينفعش يتقال على اي منصه ولا في بيت. وكان الرد حاسم، في لحظه قوه من الشرطه بتتحرك وبتقبض على مداهم وهو موجود في القاهرة الجديدة. القضية دي كانت أول إشارة إن الليلة دي مش ليلة عادية، وإن في قايمة بأسماء تانية جاية في الطريق. محمد خالد اللي معروف إعلاميا باسمه مداهم اتحول من صاحب منصة لمتهم في تحقيق رسمي بيواجه اتهامات مباشرة ببث محتوى منافي للآداب العامة. كبيرة قوي. ما شاء الله، هي ايدي اللي كبيره قوي. انا مش هقدر استحمل. الناس اتفاجئت، المتابعين اتقسموا بين مصدقين ومصدومين، لكن اللي جاي كان اكبر. ما كانش فيه وقت للراحه. بعد ساعات قليله من القبض على مداهم جت الضربه الثانيه، اسم جديد بيقع، علياء قمرون، واحده من اكتر البلوجرز اثاره للجدل في الفتره الاخيره. الفيديوهات بتاعتها كانت دايما ترند، مش علشان بتقدم حاجة مفيدة، لكن علشان كانت بتهز قيم المجتمع وبتضرب في صميم فكرة الأسرة المصرية. البلاغات بدأت تتراكم، ناس شايفين إن اللي بتعمله مش مجرد حرية شخصية، ده تحريض على الانفلات وتشويه لصورة البنت المصرية ودعوة غير مباشرة لكسر القيم. وفي وقت قصير الأجهزة الأمنية اتحركت وتم القبض على علياء قمر، لكن حملة السقوط لسه مخلصتش، لسه في اسماء تانية كانت جايه في الطريق. في وسط الحمله اللي كانت شغاله في كل اتجاه ظهر اسم ثالث على الساحه، سوزي الاردنيه. بلوجر كانت دايما بتصير الجدل، لبس جريء، اسلوب مستفز، كلام مباشر بيخبط في كل قواعد الذوق العام. في كل فيديو كانت بتظهر فيه كانت بترفع سقف الجراءه اكتر، وكانها بتتحدى المجتمع كله. وكانت دايما بتسال نفسها سؤال، هو فين الحد اللي ممكن اقف عنده؟ بس الواضح ان الحد ده جه من فوق. بلاغات متكررة بدأت توصل ضدها، ناس شايفة اللي بتعمله مش مجرد شغل سوشيال ميديا، دي إساءة صريحة وتشويه للمجتمع والمنصات اللي بقت مليانة محتوى خارج. الأجهزة الأمنية كانت بتتابع، ولما اتأكدت من البلاغات اتحركت فورا وتم ضبط سوزي الأردنية. والناس اللي كانت بتتابعها من باب التسلية اتحولوا لشهود في القضية، والشهرة اللي كانت
بتديها القوه بقت دليل ضدها في التحقيق. يا ابو عدي يا جماعه عايزين اسد. يا محمد لو كنت فاكر ان الحمله دي كانت على الانترنت بس، فانت لسه ما سمعتش عن اللي حصل جوه مدينه الانتاج الاعلامي. في واحده من القنوات كان في تسجيل او يمكن برنامج او لقاء، وفجاه الدنيا اتقلبت. مشاده عنيفه حصلت ما بين البلوجر المعروفه باسم مكه وشخص تاني جوه القناه. الموضوع خرج عن السيطره وصوتهم وصل لكل الناس اللي في المبنى. امن القناه حاول يحتوي الموقف، بس اللي حصل كان اكبر من اي محاوله تهدئه، وتقدم بلاغ ضد مكه، واتحركت على الفور قوات امنيه، وتم التحفظ على مكه في نفس اللحظه، واتنقلت من استوديو تصوير في مدينه الانتاج الاعلامي لاستجواب عند النيابه. الموضوع اتفتح والتحريات شغاله. ايه سبب المشاده؟ هل كان خلاف شخصي ولا في حاجه اعمق كانت بتتحضر ورا الكواليس؟ لحد دلوقتي النيابه المختصه شغاله على تحديد كل الملابسات، لكن الواضح ان القصه مش مجرد خناقه، القصه فيها ابعاد تانية ولسه ما اكتشفناهاش. ما تقولي نفسك. لا حضرتك انت دلوقتي اللي بتسيب نفسك لحد. طب ما تقولي نفسك. لكن احنا ما بنسيبش نفسنا. بس لا ما فيش تصوير. لا في تصوير وما تقدرش تبين. لا في تصوير وما لا تقدرش. انت شايف كده؟ عايز اعمل مدينه. خلي بقى عن المدينه يمسكني. بص يا استاذ يا ابو مكه. خلي بقى عن المدينه يمسكني. بص يا ابو مكه. بص يا ابو مكه. لغايه دلوقتي بنتعامل معاك الشغل شايفني البوكس جه اهو. انا لايف اهو. لايف واحنا كمان احنا بنعمل لايف. ساجدة بلوجر كانت معروفه بمحتوى الجريء، بتظهر بشكل يومي تقريبا، بتتكلم، بتهاجم، بتهزر، بس باسلوب مختلف تماما. بس المره دي الهزار قلب قضيه. النيابه اتدخلت بشكل مباشر وامرت بحبسها 4 ايام على ذمه التحقيقات. التهمه بتاعت ساجدة واضحه وصريحه بدون لف ولا دوران: نشر مقاطع فيها الفاظ خادشه للحياء العام، واستخدام المحتوى ده علشان تحقق ارباح ماليه من خلال نسب مشاهدات عاليه على المنصات. يعني ببساطه كل لايك وكل مشاهده وكل شير كانت بالنسبه لها رصيد في البنك. حتى لو المحتوى ده كان بيكسر كل قواعد الاداب، هي ما كانش بيهمها، المهم انه بيجيب فلوس. التحقيقات كشفت انها كانت بتتعمد الاستفزاز، بتقول اللي الناس عايزه تسمعه حتى لو كان عيب، وكل ده علشان الفلوس. لكن القانون كان ليه رأي تاني خالص. النيابة بدأت خطوات جدية في القضية. الموضوع مش هيتقفل بسهولة. الطريق اللي ما بيرحمش روحي لها بقى يا مرة يا شمامة يا عرة النسوان يا اللي ما تسويش في سوق النسوان بصلة بقى يا مرة يا عرة النسوان مش بتاعت واقع انا بتاعت واقع يا مرة يا عرة النسوان يا مرة يا هل اديها. ولما افتكرنا ان الليله خلصت، ظهر اسم تقيل، اسم كان بيتصدر الترند مش من النهارده لكن من شهور. شاكر، او زي ما بيتقال عليه دنجوان التيك توك. شاكر اللي صورته كانت مرفوعه في ميادين لندن، وبيتقال عنه ان اول مؤثر مصري يوصل للعالميه من بوابه اللايفات. اتقبض عليه الساعات الاولى من يوم الاحد 3 اغسطس 2025 داخل كافيه في التجمع. القبضه الامنيه كانت واضحه وبدون مقدمات. دنجوان التيك توك اتسحب للتحقيق، وده ما كانش من فراغ. بلاغات كتيرة اتقدمت ضده واتهامات بتدور حوالين المحتوى اللي بيقدمه، اللي بقى بالنسبة له وسيلة للربح مهما كانت الوسيلة. لكن المثير في القصة انه قبل ساعات من القبض عليه طلع لايف على التيك توك. طيب يا جماعه، ما دام حصل كده بقى يبقى انتظروا الضربه بتاعتي. ما دام هي كده بقى اطمنوا يا جماعه، اطمنوا الامور تمام. انا لسه صاحي والله والامور تمام ومفيش اي حاجه. هل من منافس
اضرب يا محمد. هل من منافس؟ عشان انا ما بحبش حد يصدع لي دماغي، بما ان في ناس صدعت لي دماغي يبقى انتظروا الضربه بتاعتي بقى. انتوا عارفيني انا ما بسكتش. مش عايزين صداع بقى. مش عايز صداع يا عايزين صداع. كل اللي فات مسكنات والجاي عايز دبابات. انا نسيت اقول لكم حاجه، انا بعد كده هبقى افتح من على الفيس كمان، ده في ايام سودا جايه. ايوه يا محمد. هو انت مين فكرني بيه؟ اسمك ايه علشان نسيت؟ يا مهما رحت مهما جيت هفضل اودي عليك. الحته دي بس، الحته دي عشان دي مهمه، دي مهمه والله. وكان بيتكلم بكل ثقة وفخر وبيقول إن الأخبار المتداولة عنه مزيفة وإنه بيحترم نفسه جدا. كمان قال إنه كان بيستعد للسفر، لكن الإشاعات اللي انتشرت حوالينه إن هما بيلاحقوه أمنيا خلته قلقان ومش هيقدر يسافر في الوقت ده. ووصف اللي بيحصل له بالحملة الممنهجة، قال إيه؟ إن في حملة إعلامية بتدور على الأستاذ دون جوان التيك توك، لكن لا الحملة كانت إشاعة ولا التحركات الأمنية كانت تهويش. اتقبض عليه فعلا والتحقيق شغال معاه، وملفات كتير مفتوحة عن المحتوى اللي بيتقال عليه انه خارج، وعن ارباح وصلت لاكتر من 1,000,000 جنيه في اللايف الواحد، وكل ده من خلال شاشة الموبايل. هو مين ده شاكر اصلا؟ شاكر ده شاب من المنصورة، كان ضابط شرطة اتخرج بتفوق 2017، ساب البدلة علشان يمسك الموبايل ويطلع لايفات. بدأ في البداية من منصة صغيرة وبعد كده توجه للتيك توك، حقق الملايين. بعد كده نقل عيشته من المكان اللي كان عايش فيه وبدأ يعيش في مدينتي، بقى حديث السوشيال ميديا والدولة كمان. ولما افتكرنا ان القصص خلصت لحد هنا، طلع لنا ترند اقرب من الخيال وسؤال ما بين السخرية والجد: هي دي بنت حسني مبارك فعلا؟ على التيك توك ظهرت واحدة بتقول انها مروة يسري، وانها مش بس ابنة الرئيس الراحل حسني مبارك، لا كمان امها الفنانة المعتزلة ايمان الطوخي. مفيش وثائق، مفيش ادله، بس في مشاهدات وارقام بتزيد وحوارات بتنتشر، وكل ما حد يرد هي بتطلع لايف جديد عدد متابعيها عدى ال 40,000. فيديوهاتها بقى شافها مئات الالاف، بس الموضوع ما وقفش عند حدود الخيال العائلي. كان في تصعيد اخطر، اتهمت الفنانة وفاء عامر بشكل مباشر بالتورط في تجارة اعضاء بشرية. اتهام مرعب وما فيهوش هزار، خصوصا لما يتقال على الملأ قدام جمهور عام وبدون دليل. الفنانة وفاء عامر ما سكتتش، قدمت ضدها 4 بلاغات رسمية، ونقابة المهن التمثيلية دخلت على الخط وعملت لجنة قانونية لحماية سمعة واحدة من فنانيها الكبار. وفاء عامر قالت في بيان ليها: عمري ما خفت من المواجهة وثقتي في القانون فوق أي حاجة، واللي اتقال مش بس بيضرني أنا، ده بيضر عيلتي كلها. لكن نهايتها ما كانش على لايف، كانت نهايتها على ايد الامن. في 29 يوليو الاجهزه الامنيه قبضت على مروه من بيتها في اسكندريه، والنيابه وجهت لها تهم بنشر اخبار كاذبه والتشهير والتحريض على الكراهيه. ما بين التحقيقات والتجديد المستمر للحبس، قضيه بنت مبارك بقت نموذج مرعب. ازاي خيال السوشيال ميديا ممكن يبني عالم موازي ويبقى اخطر على السمعه والامن وحتى العقول. خليني اسالك سؤال قبل ما اقفل معاك الحلقه دي: انت متأكد ان اللي بيحصل قدامك على السوشيال ميديا هو مجرد صدفة؟ مجرد بلوجر بيدوروا على شوية شهرة ووقعوا؟ ولا في حاجة وشبكة اكبر بكتير؟ اللي ظاهر على السطح مجرد شوية فيديوهات، مشاهد جريئة، محتويات مرعبة، وفلوس طالعة من كل حتة، بس اللي تحت السطح ممكن يكون في تجارة اعضاء او غسيل اموال. لسه النيابة لحد دلوقتي ما اتحققتش من الكلام ده ولا طلعت لنا ببيان رسمي، بس في ناس بتختفي وناس بتظهر فجأة، أرقام ضخمة بتدخل وبتخرج من حسابات، ومفيش تفسير واضح. مين ورا كل ده؟ مين بيحرك الخيوط في الخفا؟ ومين الضحية اللي جاية اللي هتدفع الثمن؟ يمكن نكون فعلا عايشين في غفلة، ويمكن اللي بنضحك عليه النهاردة هو نفس اللي هيخطف مننا بكرة حاجة ونقدرش نعوضها. استنوني في حلقة جاية هنفتح فيها ملفات يمكن محدش جرأ ان يفتحها قبل كده. انا محمد انور، قولوا لي رأيكم في التعليقات، ايه رأيكم في اللي بيحصل؟ وهل فعلا صدفة ولا شايفين ان في شبكة اكبر من اللي بنشوفه؟ ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل الحلقات الجديدة. استنوني يوم الخميس اللي جاي الساعة 9 في حلقة جديدة من ابعاد تانية. مع السلامة.